تعالوا النهاردة مع بعض نعمل الفراخ المشوية بأسهل طريقة وأطعم تتبيلة. معانا البهارات النهاردة: ملح، فلفل، جوز الطيب، 7 بهارات، شطة، كمون، كزبرة. معانا قرفة ناعمة شوية صغيرين، ومعانا زعتر ناشف، ومعانا كمان شوية جنزبيل بودر. ولو في كمان عندك توم باودر وبصل باودر حطي عليها. معانا طبعا كمان دلوقتي الطماطم والبصل والفلفل الأخضر وتوم فريش. ضفت عليهم طبعا، فرمتهم في الكبة كويس، خشنين شوية مش ناعمين قوي. وضفت عليهم شوية زيت، شوية خل، وليمونة أو ليمونتين. وطبعا احنا حطينا عصرنا الليمونة وحطينا بشرها، يعني بشرناها الأول وبعدين عصرناها، حطينا كل الخلطة دي على بعضها زي ما انت شايفة، وقلبناها كويس قوي وركناها على جنب. جبت الفراخ بتاعتي. طبعا الفراخ مغسولة وزي الفل وكبيرة، وزنها كبير مش صغير. انا بعمل الفرخة في حدود 2 كيلو وربع او 2 كيلو و300 جرام، بتبقى حلوة جدا جدا وبتدي نتيجة هايلة جدا، وبتبقى فيها لحمة وجميلة ومستوية حلوة قوي على فكرة. بفتحها زي ما انتوا شايفين من الصدر، يعني فتحت كل الصدر حوالي 4 فتحات هنا و4 فتحات هنا. والورك فتحت في الدبوس وفي في الورك نفسه. وبفتح بسكينة كده حامية وليها بوز عشان تفتح معايا كل الحاجات دي. هقول لكم ليه دلوقتي انا بفتح. طبعا اهم حاجة ما تغوطيش بالسكينة عشان ما تروحيش الناحية التانية. طبعا دي الخلطة لما قلبتها كلها على بعضها ريحتها تجنن تجنن تجنن، الحقيقة روعة جدا وكل حاجة فيها. انا عايزة اقول لكم ان انا ضفت على الخلطة زبادي، انا نسيت اقول لكم ان كان في زبادي في الموضوع. اكيد انتوا شفتوه طبعا في الاول. بصوا بقى كل المسام اللي انا فتحتها بالسكينة بحط فيها الخلطة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبأغرز بصوابعي من جوه، يعني بحط على اساس ان لحم الصدر بيبقى مليان، بتبقى الصدر مليان لحم. لكن لما بنفتح بالطريقة دي ونحشي جوه الصدر، لما بتفتحيه بتلاقي فيه الخلطة بتاعتك دي بتخلي ريحته رائعة جدا، وطعمه مش عايزة، يعني ما انتوش متخيلين الطعم بيبقى عامل ازاي الحقيقة. بأملى كل الحاجات اللي انا فتحتها، وأملى الفرخة من جوه كمان، وتحت الجلد وفوق الجلد وكله. والدبوس بحط فيها برضو، وتحت الجلد زي ما انتم شايفين، والرقبة وكل حاجة، وبحط عليها من بره كمان. عايزة اقول لكم ان الزبادي مع الزيت مع الخل والليمون والتتبيلة دي كلها بتودي الفرخة في حتة تانية خالص. بعد كده بكتفها. هي صعبة شوية في التكتيف بس كتفتها. اتكتفت كده خلاص، تمام كده. بالظبط كده، تمام، حلو جدا، هايل. حلوة كده. هنبيت بقى الفراخ كده. انا الحقيقة كنت عاملة 3 فراخ. هنبيتهم في التلاجة لتاني يوم وقبل الاكل ب3 ساعات، لان هي بالطريقة دي اما تكون بايتة متبلة بتاخد حوالي ساعتين ونص، 3 ساعات الا ربع في الفرن على الشبكة يا جماعة. هنحط صينية على البوتاجاز، على الارض بتاعة البوتاجاز، ونحط الشبكة بتاعتنا في النص ونحط عليها الفراخ. ليه صينية المية دي يا سوسو؟ لان دي هتبخر الفراخ، هتساعد على التسوية، وفي نفس الوقت كل الدهون بتنزل فيها. لو ما انتش عايزة تحط صينية مية ممكن تحط صينية خضار بتستوي بالدهون، بتبقى رائعة جدا. صينية بطاطس بتبقى رائعة ورائعة. وعايزة اقولك ان المية اللي في الشوربة دي، اصلا المية دي بتعمل شوربة حلوة جدا جدا، ممكن تحطيها في الاخر خالص على المحاشي بتاعتك تشربيها، بتبقى فظيعة جدا. الفراخ طبعا فتحنا عليها بعد ساعة ونص وقلبناها على بطنها بالشكل ده زي ما انتم شايفين على صدرها، وقفلنا عليها تاني لان هي لسه ما استوتش، قدامها حوالي ساعة او ساعة وربع، يعني هي ممكن بتاخد من ساعتين ونص ل3. جبنا بقى عندنا البصل والفلفل والطماطم، قطعناها حلقات كده زي ما انتم شايفين، وشوحناهم في معلقتين زيت، كل حاجة لوحدها، يعني البصل لوحده الاول، وبعدين الفلفل لوحده، وبعدين الطماطم لوحدها، عشان ده الخضار اللي هيتحط فوق الفراخ لما تستوي وتطلع ان شاء الله. يعني هتتذوق بيه، وبيبقى طعمه جدا جميل جدا طعمه حلو جدا مع الفراخ،
وبنحط حتة فحمة، هنحط عليها نص معلقة زيت ونغطي عليها عشان الريحة بتاعت الفحم تلزق في الخضار زي الفراخ بالظبط. هنعمل نفس الحركة في الفراخ برضو، بس الحقيقة انا مصورتش حتة الفحم دي في الفراخ. وهنغطي وهنسيبهم بقى لحد ما نيجي ناخدهم عشان نحطهم فوق الفراخ. بعد كده بصينا على الفراخ بعد ساعتين ونص، 3 الا ربع كده، 3 ساعات الا ربع، لقينا الفراخ خلاص. قلبتهم تاني على وشهم وشغلت الشوايه شويه. اذا هي غالبا انا ما بشغلش الشوايه، بس انا في اليوم ده شغلت الشوايه عشان كنت مستعجله عايزه وشها يحمر. احمرت وحطيت لها حته الفحمه وطلعت بالمنظر البديع الفظيع الهايل ده. وريحتها عايزه اقول لكم والله ريحتها تجنن جدا، وطعمها رائع، وخرافه التتبيله وكله، والزبادي مع كل الحاجات دي عامله شغل حلو جدا. حقيقه احلى فراخ مشويه تاكلوها من مطبخ سوسو عطيه. اشكركم جدا، ويا ريت تشتركوا في القناه، واشكركم. وصفه جديده ان شاء الله.